عمرك سألت نفسك قبل كده ايه اول شاص عملتها شركة تويوتا؟ العربية القوية اللي بتمشي في الرملة وفي الصحراء، واللي ناس كتير في العالم بيعتمدوا عليها لحد النهاردة. بس القصة عزيزي المشاهد بدأت من حوالي 70 سنة. بداية الحكاية في 1951، شركة تويوتا اليابانية قررت تصنع عربية دفع رباعي قوية تتحمل الطرق الصعبة. العربية دي كان اسمها تويوتا بي جي، وكان معمولة مخصوص عشان تمشي في الصحراء وفي الصخور والطرق الوعرة، وكمان يستخدمها الجيش والشرطة. العربية وقتها كان فيها موتور 6 سلندر، وطبعا كان قوي جدا الموتور ال6 سلندر بالنسبة للعربيات اللي كان موجودة في الفترة دي. فعشان العربية تكون معتمدة راحت شركة تويوتا عملت اختبار صعب جدا. تويوتا كانت عايزة تثبت للناس كلها ان العربية دي فعلا هي قوية. ايه هو اول اختبار عملته شركة تويوتا عشان تثبت ان العربية فعلا قوية؟ بص يا عزيزي المشاهد، السواق ركب العربية وطلع على جبل اسمه جبل فوجي في اليابان، وده أكبر جبل موجود هناك. والصدمة إن العربية طلعته بسهولة جدا، وللعلم إن مفيش عربية طلعت الجبل ده قبل تويوتا. بعد النجاح ده تويوتا قررت تطور العربية بشكل أكتر. في سنة 1954، يعني بعد مرور 3 سنين، غيروا اسمها وبقت لاند كلوزر، والاسم ده بقى مشهور فعلا في العالم كله. وبعدها ظهرت موديلات كتير من اللاند كلوزر، ومن اشهرها الشاص سلسلة 40، واللي كان تصميمه بسيط جدا لكن قوي لدرجة ما تتخيلهاش. وبعد سلسلة ال40 جه سلسلة الشاص 70، واللي لحد النهاردة يعتبر من اقوى عربيات البر. العربية دي انتشرت جامد في السحاري، خصوصا في الخليج وافريقيا. ليه الناس بتحب الشاص؟ السبب بسيط، العربية دي فعلا قوية بتستحمل الحرارة، وحش في الجبل، تصليحها سهل، وعشان كده بقت عربية يعتمد عليها ناس كتير في البر. يعني الشاص اللي بنشوفه النهاردة بدأ أصلا من عربية اسمها تويوتا بي جي في سنة 1951، ومن وقتها لحد الآن اسم لاند كلوزر بقى من اشهر العربيات الدفع الرباعي في العالم. وعشان تقول قوة في البر او دفع رباعي بتحط اسم تويوتا رقم 1، وبعد كده سمي زي ما انت عايز. قول لي بقى في التعليقات، لو قدامك تختار، تحب الشاص القديم الكلاسيك ولا الشاص الجديد؟ وصل على النبي، واشترك في الصفحة دي بقى عشان يوصل لك كل جديد. مع تحيات اخوكم ابو حذيفة هيك.